بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالمتابعين الأعزاء. اليوم إن شاء الله نتكلم بدواء آخر من سلسلة قصة دواء، والمعتمدة كليا على مصدر إراك دراج جايد 2021 دليل الأدوية العراقي. طبعا هذا الكتاب مثل ما قايلين مسبقا يحتوي على شرح للدواء وافي، ما نقدر نقول 100% كل الدواء، ولكن شرح له بصفحة واحدة فقط، كل دواء صفحة واحدة فقط. وإن شاء الله اللي متابعينه بالسلسلة يعرفون طريقة الشرح. إذا تحب تاخذ نسخة من هذا الكتاب تواصل مع رقم الواتساب أسفل الشاشة، وتابع أيضا حلقات، لأنه أنا جاي أشرح بعض المواضيع أو المصطلحات اللي مذكورة وأوضحها أكثر مما موجودة فقط بالكتاب كمصطلح طبي مكتوب. أتمنى إن شاء الله تتابعون هذه الحلقات وتستفيدون. دواءنا لهذا اليوم هو دواء الألبندازول، البراند نيم مالته اللي هو الزنتل، اللي هو شركة GSK. كلاسيفيكيشن يعتبر انثلمنتيك دراج، أي مضاد للديدان. الألبندازول يأتي على شكل تابلت 200 ملغ، وأيضا سسبنشن 100 ملغ بال5 مل، تجي على شكل علبة واحدة 20 مل، بمعنى أنه عندنا 400 ملغ بالعلبة الواحدة، أو ممكن تأتي على شكل 200 ملغ بال5 مل والعلبة 10 مل، بمعنى أيضا 400 ملغ، تنطين العلبة واحدة فقط 400 ملغ. الحبوب تجي على شكل باكيت واحد يحتوي حبايتين، فأول تالي 400 ملغ. الانديكيشنز اند دوسج: أولا يعطى دواء الألبندازول لحالة تسمى الهايديتد ديزيز. الهايديتد ديزيز يسمى داء المشوكات، هو عبارة عن potentially serious sometimes fatal condition. هاي تصيب الأشخاص لما يبتلعون بالخطأ السيست أو الأكياس اللي تحتوينا على اللارفال ستيج من الدودة الشريطية اللي تسمى الدك تيبورم، خاصة اللي موجودة بالبراز لبعض الكلاب اللي يربون الكلاب. طبعا هي عبارة عن باراسايتيك انفكشن تصير بسبب الديدان الشريطية، وأكثر عضو يتضرر بهذه الحالة هو الكبد، من بعد اللاينز. ما بيها كومبليكيشن معروفة، لكن ممكن إذا تنفتق هذه الأكياس تسبب لنا التهابات كبيرة وممكن ما تعالج. طبعا العلاج والدراج اوف تشويس لحالة الهايديتد ديزيز أو الهايديتد ليفر ديزيز هي الألبندازول، أفضل من الميبندازول. فإذا تستخدم لهذه الحالة 400 ملغ مرتين باليوم مع الأكل لمدة 28 يوم. لذلك أحيانا ممكن أشخاص يجون يأخذون من عندكم عدة باكيتات، مو معناها مثلا عند أطفال كثر أو عند كبار كثر مصابين بالديدان، لكن ممكن هي الحالة عبارة عن هايديتد ديزيز أو المرض المشوكات، داء المشوكات. لذلك 400 ملغ مرتين باليوم، يعني ياخذ باليوم الواحد باكيتين، باكيت الصبح لان كل باكيت يحتوي على حبايتين، والحبايه الواحده 200 ملغ، اذا 400 ملغ صباحا 400 ملغ مساء مع الاكل. وهسه نقول فكره مع الاكل بموضوع الفارماكوكاينتيك شنو اللي يفيدنا لمده شهر كامل. ايضا يعطى للهوك وورم او الديدان الشصيه انفكشنز 400 ملغ سنجل دوز. طبعا هو يعتبر افضل بكثير من الميبندازول بهذه الحاله الهوك وورم، لانه يعالج لنا تقريبا 92.4 بإحدى الدراسات 92.4% إذا أعطينا للهوك وورم ألبندازول، و50% إذا أعطينا مرتين ميبندازول فيرموكس، و55% إذا أعطينا 3 مرات ميبندازول. إذا لاحظ الفرق الرهيب ما بين علاجنا بالميبندازول بالنسبة للديدان الشصية وما بين علاجنا للألبندازول. إذا الألبندازول أفضل بكثير. ما هي الأوف ليبل يوسز؟ ممكن يستخدم الأسكارياسيس، واللي هي الراوند وورم اللي هي الديدان المدورة، وكذلك يستخدم للبين وورم الديدان الدبوسية، وكذلك يستخدم للثريد وورم اللي هي الدودة الخيطية، والويب وورم الدودة الصوتية. هذين اوف ليبل يوسز يستخدمان، ولكن الميبندازول بهذه الحالات افضل، الالبندازول بالهوك وورم افضل. الكونترا انديكيشنز اذا كان اكو هايبر سنسيتيفيتي للالبندازول. الكوشنز الحذر، طبعا يقول لك potential for bone marrow suppression and aplastic anemia، وايضا ممكن يسبب لنا reversible elevations in liver enzymes، ممكن يصير، خاصة طبعا إذا كانت الحالة هايديتد ديزيز ويستخدم 800 ملغ يوميا، مثل ما قلنا 400 الصبح 400 بالليل، ولمدة شهر كامل ممكن تحدث هذه الكوشنز. الدوز ادجستمنت بالرينال فيلير نوت ريكوايرد، وبالهيباتيك فيلير كوشن، باعتبار انه مثل ما قلنا reversible elevations in liver enzymes. pregnancy category سي اعتمادا على الاف دي اي، ودي اعتمادا على التي جي اي. لاكتيشن يقول لك compatible with breastfeeding، يعني اذا جاتكم امرأة وهي مرضع لا بأس باستخدامه. بالنسبة للحوامل قلنا كاتيجوري سي، يعني ممكن استخدامه بحذر، لأنه هي تعطى جرعة واحدة فقط إذا كان عندنا حالة الديدان. أما إذا هايديتد ديزيز فهذه الحالة تشخص بالراديوغرافي، وهذه الحالة يجب أن تذهب المرأة بها إلى الطبيب، وهو
اللي يشخصها. الدراج انتر اكشنز ممكن يتفاعل دواء الالبندازول مع دواء الديكساميثازون او الديكسين او الديكادرون، لانه الديكساميثازون يزود لنا الليفلز اوف البندازول باي unspecified interaction mechanism، بشكل غير معروف، يعني يزود لنا تاثير الالبندازول. وكذلك يتفاعل مع الفينيتوين اللي هو دواء الابيليبسي. دواء الفينيتوين يقلل لنا من مستويات الالبندازول عن طريق زياده الميتابوليزم، باعتبار الفينيتوين هو ليفر انزيم اندوسر. السايد افكتس لدواء الالبندازول الكمن اكثر من 10% ممكن يسبب لنا هيدك، والليس كمان 1 إلى 10% ممكن يسبب لنا الابدومينال بين، الالوبيشيا، الصلع، طبعا هذا مثل ما قلنا بالاستخدام الطويل، الديزنس، فيفر، increased الانتراكرينيال بريشر، زياده الضغط داخل الجمجمه، والنوجيا والفيرتايجو اللي هو الدوار، والفوميتنج. والرير اقل من 1% ممكن يسبب لنا acute liver failure واكيوت رينال failure واجرانيولوسايتوسيس وبلاستيك انيميا اللي ذكرناها بالكوشنز، وبون مارو سبريشن ايضا ذكرناها بالكوشنز، وبعض الامور الاخرى مثل الهيباتيتس وغيرها. البيشنت اديوكيشنز طبعا ما ذكرنا موضوع الفارماكوكاينتيك، خلينا نرجع لها. الابسوربشن less than 5% increased up to 4 إلى 5 مرات إذا انطيناه ويا فاتميل. امتصاصه سيء جدا، لكن يزداد هذا الامتصاص 4 إلى 5 مرات إذا انطيناه مع دواء دسم. لذلك أنا دائما أقول للمراجع أخذ ويا أكلة دسمة، كأن تكون جيمر عرب أو كأن تكون بيض مقلي أو غيره. البيشنت educations liver function test and CBC اللي هي صورة دم كاملة should be performed at the start of a 28 day cycle، يعني لما ننطي بالهايليتد ديزيز يجب أن نبدأ قبل ذلك يعني أخذ صورة دم كاملة وليفر تيست، liver function test، and كل اسبوعين خلال فتره العلاج. يقول لك اخذه مع الاكل مثل ما قلنا الفاتي ميل يفيدنا يزيد الامتصاص، والادكويت انتيك اوف فلويدز تقريبا lateran to prevent deposits in kidneys which more likely to occur in dehydration. اذا بشكل محصل يعني اذا واحد جاك وتريد تنطيه هذا العلاج تقول له عيني تاخذه ويا اكل دسم وتشرب وياه مي هواي. ليش تشرب وياه مي هواي؟ خاف يسألك او كمعلومه لك علميه، يقول لك لانه الديبوزيتس مالته باعتباره هو امتصاصه مو كله يمتص، مثل ما قلنا 5% يمتص، وتضاعف 4 إلى 5 مرات، يعني نقول 25% يمتص اذا بالفاتميل. وبعض الاحيان اكو ديبوزيتس منه يكون على الكدنيز ممكن يسبب لنا الراير سايد افكت اللي هو الرينال فيلير، فلذلك اشرب مي هواي حتى تتجنب هذا الموضوع. أتمنى الحلقة المختصرة لدواء الألبندازول، هذا دواء جميل ويصرف كثيرا جدا بالصيدليات. أتمنى إن شاء الله فادتكم، شكرا جزيلا. واللي يحب يطلب نسخة من كتاب إراك دراج جايد يتواصل ويانا مع رقم الواتساب حتى يستفيد الجميع. شكرا وفي أمان الله.